بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المصلحين. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. اجتمعنا في مدينة الشهداء، مدينة حماة، عند أبناء عمومتنا النعيم، وقد جاء وفد من جميع المحافظات إليهم، ونقول جزاكم الله عنا خيرا على هذا الاستقبال وعلى هذا الكلام الطيب. وقد اجتمعنا بقضية قتل خطأ، وقد اتفقت اللجنة الصلحية العرفية العشائرية على دية صلحية قدرها 25,000 دولار أمريكي. وقال أهل الدم: لولا أن هنالك أطفال يتامى والله لن نجلس هذه الجلسة. وهذه تكتب لكم يا أبناء قبيلة النعيم، هذه تكتب لكم وترفع لكم القبعة، ونسأل الله أن يحشركم مع جدكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن الكلمة لأخينا وشيخنا وابن عمنا أبو عبد الجليل البركاوي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اتكلم الشيخ أحمد بن عنا بما فيه الكفاية والأخوة اللي سبقوا، لكن لا نريد أن نكرر. فالمبلغ 25، ونحن في عنا عادات الناس طلب الشيمي والعفو من هذا المبلغ. وأنا مطلوب من أولاد عمنا الديارمي، هيك بدي أقول لنا حج إبراهيم شيخ أحمد، فنطلب الشيمي. وأنا بطلب منكم ما فوق 20 تعرفوا لنا إياه، والكرامة للناس اللي إجت. أهلا وسهلا. كرامة أول شيء لله طبعا لا إله إلا الله، هو من كرم هالوجوه كرم الله، وكل شيء أهلا جاء. وسهلا. أهلا وسهلا. الله يبارك فيكم يا ولد عمي. اسمعوا ممكن عن الريبورت. فيكم رفعت راس والله عمامنا النعيم، والله ولد عمنا ما عليكم زود والله. أهلا وسهلا. والله ترفعون راس أمي. حياكم الله. أهلا وسهلا بالجميع. أهلا وسهلا بأبو عبده وأخواننا البركاويين والجمع جميعا من ممشاكم لمنفاكم. الله يحييك. وأهلا وسهلا، و5000 ميتة لعيون أبو عبده. شكرا. الله يبارك فيكم، عفو لوجه الله. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم. نسأل الله أن تؤجروا في الدنيا والآخرة. أهلا وسهلا. يعني نيابة عن كل عشيرة الجرية النعيم، بتشكر أول شيء أولاد عمنا البركاويين، أولاد عمنا اللي إجوا من حلب، أولاد عمنا اللي إجوا من الشام. كل شيء إجا إلى هذا المكان وسعى في هذا الصلح وفي لف ملف هذه القضية، مشكورين مأجورين عند رب العالمين. لكم أجر في كل خطوة. وكما قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما تأخر عن صلاة العصر فقال بلال: يا أبا بكر أقيم الصلاة حتى تصلي بالناس؟ قال: على رسلك حتى يأتي رسول الله. فتأخر الوقت قليلا. يا عمر، يا علي، كلهم رفضوا. ولكن لما بدأ الغروب قال: يا بلال أقم الصلاة. فتقدم الصديق فأراد أن يصلي بالناس، وإذا بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة دخل إلى المسجد. فتأخر الصديق وتقدم إمام الأئمة صلوات ربي وسلاماته عليه وصلى. بعد أن انتهى من الصلاة خطب بالناس، قال: والله ما حبسني عنكم إلا شيء هو خير من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: إصلاح ذات البين. جزاكم الله كل خير، مأجورين مجبورين، وتجزون على ذلك عند الواحد القهار يوم القيامة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمالنا واخواننا البركاويين مشكورين، ضيوفنا اللي جاءوا من كل سوريا أهلا وسهلا، أهلنا بيت عمامنا ديالي إجمالا فردا مشكورين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نجتمع إلا على المحبة. والحمد لله رب العالمين.